السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة انتصار عرف الاقتصاد المنزلي. هنعمل مع بعض النهاردة وجبات لإفطار صائم. دي أول مرة أنا أعملها بصراحة فعجبتني، وناوية إن شاء الله كان لي عمر أعملها كل سنة. وقولوا لي إيه رأيكم. يلا بينا نعمل الإيه وجبة فاطر لصائم. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل شوية كفتة، وهنعمل رز، وهنعمل ايه شوية مخلل اهو قدامكم دول برضو عاملينهم. وهنحط ايه في كل طبق. وغير الحلويات لازم لما احنا نفطر الصائم على الطريق، في مستشفى، في اي طريق، ده مخلل. انا كنت ناوية اشتري جردل بصراحة مخلل، فقلت لا، لما اعمله بيدي احلى واحس ان انا تعبانة وشيانة في الايه وجبات الصائم ده اللي انا كله عاملاه من الالف للياء وحدي. يعني مش مشتري حاجة جاهزة من بره حتى المخلل. والمرة الجاية ان شاء الله، لاني ما صورتوش، المرة الجاية بصوره لكم بصراحة. ده طبعا طبق أنا جبته اللي هي فيها فجوات، طبق لحفظ للرز، للكفتة، للمخلل. والأكياس اللي في يدي دي، أنا دي علبة أحط فيها الحلويات، ودي أنا اللي عملتها برضو. يعني جبت علب مناديل، وجبت معالق، وجبت أكياس، وحطيتها في أكياس وقفلت. درجة عيالي قالوا لي إيه ده، شغل فنادق يا ماما أو شغل طيران. قلت ايه؟ طبعا كان الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان يقول لك لما تقدمي الحاجة طبعا كده بتقدميها لله، فقدميها بطريقة نظيفة ومنظر منسق، لأن احنا بنقدمها لربنا مش للإنسان. طبعا معانا النهاردة 3 كيلو لحمة على كيلو دهنة. معانا بيض، معانا كمان بصل، معانا حوالي 5 كوبايات رز مطحون وناعم ومنخول. ومعانا بيكنج باودر، ومعانا توم، ومعانا بصل نازع المية منه. وده البيكنج باودر لازم عشان يبقى هش الكفتة ما تبقاش متروسة. ومعانا الخضروات دول من بصلتين ل3 بصلات. وبعد ما ابشرهم بطلع منهم المية، لان المية بتعمل على فك ايه الكفتة. شايفين ناشفة خالص خالص خالص، حبيت اوريكم ناشفة. طبعا انا ما حبيتش اخلي الصوت علشان صوت الخلاط ما يبقاش مزعج. هحط الخضرة في الخلاط، وهنطحنه جدا لغاية ما نخليه زي المعجون، زي المعجون خالص. هنطحن. وانا طبعا مرضتش فيه لقطات، مش محتاجة ان الفيديو يبقى طويل فيه، فكنت بقى اسرع في اللحظة دي. لان إيه طبعا كنت احط المعلقة انا كده بس بعيد على السكينة، علشان ايه؟ علشان ما ان هو يبقى زي المعجون وحلو. اللي وصلت معايا للفيديو لغاية هذا اللحظة، لغاية المنظر ده، يا ريت ما تنسناش في اللايك. ولو كانت أول مرة تخش على القناة، يا ريت تدوس على زرار الجرس وكلمة الكل عشان يوصل لها كل فيديوهاتنا. وطبعا يا ريت اللي بيتفرج عليا أو بيشاهدني يقول لي هو بيشاهدني من أي بلد، لأن أنا بفرح جدا بأن أنا لما قناتي تبقى كل البلاد العالم شايفاها، من عرب لأوروبا لكل البلاد. لأن طبعا انتوا عارفين ان دلوقتي نزلت الترجمة على القناة، وممكن تترجم بأي لغة انت عايزها. شايفين انا دلوقتي بحاول ان الخضرة بأطحنها واخليها زي المعجون. يعني انا مش عايزاكم ان اقول لكم كده رجاء، يعني الفيديو لازم يوصل. ابص الاقي يمكن واخد 15 مشاهدة، 100 مشاهدة، ولاقي لايك واحد. ليه؟ والله ما هتجرى لك حاجة، يعني انت مش هتدفعي فيها فلوس حكاية اللايك. هي بس انك انت ايه، الفيديو هيخش مقترحات. لو عجبك هيعلى. ناس كتير برضو هتشاهده.
ناس كتير هتشاهدوا زي كده، فرجاء رجاء يعني ما تنسينيش كده في اللايك. يلا كده اديني بفكرك وبقولك حط ايه لايك. احنا طبعا طحنا الخضرة ودينا حطينا البيكنج باودر في الايه في الرز. طبعا انت لما تستخدمي البيكنج باودر في اي حاجة رجاء انك انت تجربيه تحطيه شوية على المعلقة وحبة مية. اذا فار اعرفي ان البيكنج باودر ده ايه يعني صالح للعمل. طبعا انا حطيت عندي بعمل العلبة دي فيها ملح وكمون وكزبرة وكل حاجة بحب اكل بيها البيض يعني. وحطيت ادي ملح، وحطيت انا بابريكا، وهحط فلفل اسود، وهحط ايه بهارات كفتة برضو. يعني بصي في مثل يقول لك ايه يعني يعني كلفي هتاخدي اكل، كلفي هتاخدي اكل. طبعا انا هحط الخضرة. حطيت خمس يعني حوالي خمس اللي هو الخضرة فيهم 2 شبت، 2 كزبرة، 2 بقدونس، يبقى 6. حطيت 2 طبعا، وتشيلي منها العيدان اللي فوق عشان برضو ما تبقاش فيها مية. خدت النص التحتاني، خدت النص ايه التحتاني، ما خدتش ايه الفوق خالص عشان ما تبقاش فيها مية. وهنبدأ نعجن، أدخل الخضرة في إيه في اللحم. طبعا أنا بعد كده هاخدهم شوية شوية وهطحنهم فين في الخلاط. طبعا عايزة أنبه عليكي إنك انت لو ليكي إنك انت تحبي تأكلي صائم تعودي طفلك ان هو يساعدك علشان يشوفك وانت بتطلعي اكل للصايمين، يطلع زيك. انك انت لو يقدر يعني يطلع زيك ويوكل ويدي لله. حتى لو ما قدرش اكل يقدر يطلع بلح، ما قدرش يطلع مية، في حاجات كتير. وانصحك بالحاجات دي اللي هي تكون على الطريق. ليه على الطريق او للطريق المسافر؟ يعني لو على المحطة، لو على الطريق السريع بتوقفي العربيات تدي كل واحد وجبة. لان في ناس بتحصل تكون مسافرة وما عملاش حسابها، حصل طريق تعطلت حاجة، فهي احسن حاجة الانسان ان هو اللي على الطريق. لان في ناس ما بتعملش حسابها تاخد معاها يعني. اللي حصل في مرة انا كنت جاي من القاهرة في حوالي يومين في رمضان الاخرانيين زي اليومين دول يعني. فطبعا انا ما يعني كنتش عاملة حسابي لاني كنت سافرت فجأة. فاخدت حاجات بسيطة يعني. واتكسفت انزل في استراحة او استرون لاني ما باكلش برا. فطبعا بصراحة حسيت بانك ممكن اللي يكون مسافر محوش او ما يقدرش ان هو يقدر يجيب حاجة. فطبعا انا فكرت بان يتوزع على الطريق او على المحطة او قريب من المستشفيات الناس المريضة. بس هي انسان الناس المريضة بتبقى ما تقدرش تاكل الوجبات دي لان انسانة مريضة. فانا بقول انصح بالمسافرين احسن، يعني بلح مية برضو قلت لك، عصير فاكهة، اي حاجة. واحتراما انك انت تحطيه بطريقة نظيفة وسليمة. واصبري لنهاية الفيديو هتشوفي الطريقة اللي احنا ودينا او وزعنا بيها ازاي. ما تجريش الفيديو وشوفيه واحدة واحدة. طبعا ومش عايزة اكد عليك، اوعي تنسي اللايك والاشتراك وتقولي لي ايه رأيك. واللي عايز ان هو يساعد في ان هو يوزع اكل او شرب وما يقدرش وعايز يوزع، انا تحت امره. انا تحت امره وكمان احط معاه. لان بصراحة متعة 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 انك انت تعملي حاجة لله وتقدميها لله. لان ستنا عائشة الله يرحمها كانت هي لما تدي عطاء او فلوس كانت تعطر الفلوس، كانت تعطر الفلوس تقول لك انا بدي حاجة لربنا، مش بديها للانسان، بديها لربنا. فانا برضو هشوفه قدمت طريقة توزيعة الوجبات دي ازاي بطريقة منسقة وحلوة ونظيفة. طبعا هتشوفوها بعد شوية، ما تجريش الفيديو. طبعا انا كمان عجنت الكفتة وصبعتها وحمصتها برضو. وعملت جيت اعمل الرز، عملت حوالي 3 كيلو، فعملتها في حلل، كل كيلو ونص غير الكيلو بتاع الشعرية. بس جيت لما ابدأ اغرف
بصيت لقيت الرز بدأ ايه ينتهي، مش مكمل الكمية اللي هوزعها. اضطريت نقوم نعمل حوالي كيلو تاني، غير طبعا اللحمة عاملينها 4 كيلو. طبعا انا لما عملت الحاجة دي والله يا بنات ما تعبتش. اول حاجة الكنافة اللي عملتها وصبعتها بالعجوة، الفيديو اللي شفتوه قبل الفيديو ده، دي كنت محضراها قبلها بيومين وحطيتها في الفريزر زي ما قلت لكم. عملت الكمية حوالي 3 كيلو كفت الكنافة اللي بالعجوة، وحفظتها في الفريزر. برضو الكفتة اللي انتوا شايفين دي برضو عملتها قبليها بيوم وحطيتها في الصواني، وبرضو حطيتها في التلاجة، يعني عشان ما احسش بإرهاق، ما احسش بتعب. عايزة اعمل الحاجة وانا ما اتعبش، احس ان انا مرحانة ومبسوطة. شايفين الكفتة خلصناها وطحناها كمان في العجان او المحضر الطعام. ليه؟ علشان تبقى مشعرة وماسكة نفسيها وتبقى حلوة يعني. طبعا انت لما تقطعي الكفتة وتصبعيها، حاولي انك انت ما تباني صوابعك فيها، هيا تصبعيها دواير يا ايه يا صوابع. فانا كلها قطعتها صوابع بصراحة، بس انا يوم ما بصبع في ظهري البطنية بتاعت يدي. طبعا انا هنا شوفوا، خليت الولاد يقعدوا عندي ياسين وسيف، يقعدوا ايه يعبوا. شايفين سيف بيعبي ايه المخلل؟ ليه؟ اعود العيل على ان يساعدني ويتعلم ان يطلع لله. وحتى لما خرجوا وزعوا مع باباهم وجدهم، وخليتهم خرجوا معاهم يشوفوهم وهم بيوزعوا. اجمل حاجة تعود العيل على الخير، تعود العيل على ايه؟ على الخير. طبعا واحنا كلها يومين او 3 ان شاء الله، الحد او الاثنين ان شاء الله، بس هيكون الحد ان شاء الله عيد الفطر المبارك. وبحب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم وعلينا الايام بخير. وان شاء الله الموضوع ده انا كان لي عمر هتم كل سنة ان شاء الله ان شاء الله. اللي عايز يقف ويحط معايا ويوكل صائم ومش قادر يعمل هو الطلبات، انا تحت امره، تحت امره في اي وقت. احنا دلوقتي بعد ما الكفته ما حمصتهاش يا بنات في الزيت. انا حطيت الكفته في الفرن بصراحه عشان ما تبقاش فيها كميه زيت كبيره، تبقى خفيفه وما تبقاش تقيله. دي فكره حلوه يعني وعجبتني انا، فحطيتها بعد كده في التقليه عشان تستوي وتبقى طعمها حلو. يلا بينا كده نقطع الحلويات اللي هي الكنافه بالعجوه. هحط كل قطعه في علبه. ادي العلب اللي انتوا شايفينها دي جبتها، يعني انتوا حطيت المأكولات في علبة، والمخلل في كيس، والمعلقة والمنديل في كيس، عشان لو حبيت هو بياكل يمسح يده برضه. يعني تعمل حسابك على أقل حاجة. ممكن الإنسان يخرج من غير منديل من غير أي حاجة ويده تتوسخ بقه تتوسخ، فإيه فكملي جميلك في الحاجة اللي بتعمليها. ودينا حطيت برضو الحلويات في علبة. ليه؟ علشان ما تروحش المخلل أو الحادق أو أي حاجة على الحلو، ما يبقاش الدنيا معاكم. هتعملي حاجة كملي جميلك واعمليها كلها بمحبة وحب، وكوني مسامحة فيها. بدل ما مطلعاها يبقى تطلعيها بحب، وبدون ما تحسي انك انت عاملة حاجة مغصوبة عليها. انا بصراحة انبسطت بيها جدا جدا الموضوع ده، ونو ياها ان شاء الله ان شاء الله كان لي عمر اعملها على طول. اديني الطبق اهو، شايفين هنبدأ ايه. دي حلة من الحلل، انا عملت حوالي 4 حلل يا بنات. ادينا هنغرف في مطرح الرز اهو بطريقة حلوة ونضيفة كده اهو. طبعا المرة اللي فاتت كان ياسين وسيف اللي قاعد، المرة دي نور اللي قاعد جنبي قال لي ايه قاعد معاكي يا سار، ايه اعمل الحاجة. قلت له طيب استنى بس ايه نخلص ال4 دول اللي هنعملوهم، وبعد كده نقعد في الأرض ونقعد نبدأ نعبي. أنا قلت حابة أصور لكم يعني في كام علبة 4 5 كده مع بعض، وبعد كده أقعد على راحتي وأعبي الباقي. إيه رأيكم في المنظر جميل ده؟ أهو شايفين المنظر؟ إيه رأيكم؟ حاجة على قد يا بنات، بدأت بحاجة بسيطة يعني حاجة على قد كده. قولوا لي ايه رأيكم، ومين بيعمل كده. انا كل واحد يقول لي مين بيعمل كده، ويقول لي لو بيعمل ايه نوع الوجبة اللي بيقدمها وازاي. يا ريت يا ريت طبعا. ويا ريت اختنا السورية بتقول لي يعني هل هي ما كان الجزائرية
اللي هي ممكن بتعمل زينا كده. وإيه هناك الوجبات اللي في الجزائر اللي ممكن الواحد يقدمها للصائم؟ يعني يا ريت تقول لي بيعملوا ايه، بيقدموا ايه، ممكن تبقى حاجة خفيفة، يعني افكار ممكن تساعدني. يعني انا مرة عملت كفتة، ان شاء الله ان شاء الله كان ليا عمر وعايشة هعمل اللي هي اللحمة بالخضار اللي بتتحشي في الايه في الجلاش برضو. ممكن تعملي جلاش بالكنافة. في افكار كتير يعني. يعني اللي انتوا اللي عنده فكرة يقولها لي انا هعملها، واللي عايز يبعت بقول لكم ويعمل معايا وان هو يساهم في عمل الخير، انا تحت امره، انا تحت امره. شايفين المنظر جميل ازاي؟ روعة روعة روعة. طبعا في الكيس احنا هنحط ايه؟ هنحط علبة الحلويات، على العلبة اللي فيها المأكولات والمخلل، على ايه؟ على المناديل بالمعلقة كده. شايفين المنظر كده اهو دي. وادي علبة الحلويات اهي. نور ايه عايز ياخد مني هينزل اهو، هينزل، وعايز يروح يحطهم برا عشان حطيناهم في كراتين. هعبي باقي معاكم حوالي 4 5 واوريكم منظر العلب، وبعد كده هقعد انا واعبي. هعبي دول معاكم. يلا كده ما تنسوناش في اللايك كده يا بنات، يلا. يعني انت بتساعدي حبايبك يعني، لان العمل الخير انت نفسك يعني هتكسبي ثواب، بتخلي الناس كتير تعمل. يعني انت نفسك لما تدي خير زي كده الناس هتدعي لك. وبعد كده يقول لك اللقم تمنع اللقم. يعني فحاولي انك انت كل اللي بيشوف الفيديو، نفسي الفيديو ده ياخد لايكات. ياخد. ما تقوليش ان انت بتعملي بتاع دي وما علينا، لا انا عايزه اعمله كده علشان الناس تعمل زيي، تعملوا زيي. يعني في ناس كتير في مصر بتعمل الوجبات وتحطها في الشارع على ترابيزات وتوكل وتقول انا عملت ليه. عايزين نساهم في عمل الخير، ناس كتير تعمل خير مش انا بس. انا بقول ان انا بعمل علشان الناس تعمل زيي بس. اهي نعمل كمية زي كده ومنظر حلو. يعني انت هتلاحظي والله العظيم يا بنات الأطباق دي نفسها كلفة، مش عايزة أقولك يعني شيء وشويات. يعني تخش في 1500 في حاجة زي كده بس الأطباق بالمعالق بالمناديل بالعلب بتاعة الحلويات. يعني مش عايزة أقولك قد إيه كلفتني أنا الوجبة دي اللي هي وجبة صايم. لكن خليها لإيه؟ للخير كده وبس. يعني هو ده اللي تقولك إيه، خليها كده. ده إيه المستخبي؟ بس إنك أنت بتعملي حاجة، بس مش لازم تقدري قد إيه، بس كل واحد على قديه يعني. أنا عملت حاجة بسيطة، فالمرة الجاية تكبر ويوسع علينا ربنا، والمرة اللي وراها تكبر. فكفاية المنظر، كفاية الفرحة. والله العظيم أنا الفرح بتاعتي طلعنا منهم، الله يبارك له محمود ابني. ادى كم واحد في الشارع برضو، غير اللي في الشارع يعني في شارعنا السكن، في شارعنا ناس غلابة عندنا، غير طبعا اللي خدوا على الطريق السريع ناحية المستشفى. الناس المسافرة. يعني الحمد لله الحمد لله أحمد ربنا واشكره إن أنا قدرني والسنة دي عملته. الله أكبر الحمد لله. يا رب يدوم عليا. بس قولوا لي رايكم ايه، شايفين المنظر؟ ايه رايكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. على فكرة يا بنات، وانا واقفة كنت استغفر واصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. استغفر واصلي على الرسول علشان انا كده في طبيعتي. حتى لو انا شغالة في اوضة المشغل برضو على المكنة او اي حاجة استغفر ربنا واصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وادي بقول لكم منديل والحلويات هنعبي كل دول ال4 وبعد كده نقعد ونعبي في الارض. يبقى كده احنا عبينا الكمية، ويجي الأستاذ محمود ابننا العزيز هيوزعهم إن شاء الله. هو خد الثواب كمان في توزيعها هو وأولاده. أهو. ربنا يخلي لنا أولادنا ويحميهم ويرجع الغائب، ويرجع يا رب حاجة النبي كل اللي عنده كرب يفكه
حق النبي يفك كرب كل أولادنا يا رب، ويوسع رزقهم ويرضيهم، وأحفادنا يخلوهم لنا. يعني يا رب يبارك لكل الناس اللي تساعد حبايبها. أنا بشوف برامج على النت كتير، في اللي بيساعد واللي بيعمل حسب الأيام، إن هو اللي صايم ويجيب له أكل من المطعم، من هايبر. يعني ده كله حاجات بصراحة جميلة جميلة. وأنا الموضوع ده دخل دماغي، وناوياها إذا كان لي عمر وعايشة، ناوياها إن أنا أعملها كل سنة إن شاء الله، إن شاء الله. وكل ما يوسع عليه ربنا والله لو وسعها عليهم. إيه رأيكم كده؟ يلا، أحب أقول لكم السلام عليكم، واستودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. كل سنة وانتم طيبين.